بشكل رسمي نادي الزمالك تلقى خطابا بإيقاف القيد من جديد بسبب مستحقات جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق. والخطاب ده بيفيد بأحقية باتشيكو في الحصول على 819 ألف يورو من نادي الزمالك. في المقابل نادي الزمالك قال ان سيتقدم بطعن على ايقاف القيد بسبب باتشيكو خلال 30 يوم، والطعن يوقف التنفيذ والقرار. بعدين لحد امتى؟ جزء من عظمه الزمالك ان هو في وسط كل ده عارف ينافس، عارف يبقى موجود، عارف يبقى نادي. مين اللي عمل لك المشاكل؟ لا حاجات كتير. لا الاهلي. لا جزء منها جوه الزمالك وجزء اكبر بره الزمالك. هو ده اللي انا بقول لك فيه. انت كنت بتتكلم من شويه هو الزمالك هي دي انت بتتكلم على كل اللي الزمالك عايشه النهارده. مشاكل الزمالك طيب داخليه. انا هخلص لك القصه بينك وبين كل اللي الزمالك بيمر بيه النهارده بسبب السنه اللي حصل